السلام عليكم. اليوم حنعمل وصفة بطاطس بالفرن. أول حاجة حضرنا بطاطس أو قطعناها وضفنا عليها شوية ملح مع شوية زيت، وحنضيف عليها كمان شوية ليمون. حنضيف عليها بهارات اللي هو فلفل أسود وكمون، وآخر حاجة اللي هو تقريبا ملعقة صغيرة من البابريكا. حنحضر صينية عليها ورق زبدة وحنرص عليها البطاطس. طبعا نبدأ نسخن الفرن. تقريبا أنا سخنتها 250 درجة، عندي الفرن كهربائي. حابة أذكركم لا تنسون تشتركون بالقناة وتدعمونا بلايك إذا عجبكم الفيديو. حندخلها الفرن ونبدأ نحضر تقريبا خلطة حنضيفها فوق البطاطس. أول حاجة حنجيب تقريبا ملعقة كبيرة من الزبدة، حنضيف عليها شوية ملح، وحنضيف عليها بقدونس وكزبرة وملعقة صغيرة من الثوم. حنقلبهم على نار هادية كده. خلاص البطاطس صارت جاهزة. حنضيف الخلطة فوق البطاطس. طبعا تأكدي انك تكوني حاطة ملح كويس قبل لا تدخليها الفرن. كده خلاص وصفتنا صارت جاهزة. أتمنى تكون عجبتكم. انتظروني في فيديو جديد ومع السلامة.